رام قشوع كما لم تعرفه من قبل، البطل والشخصية الكوميدية اللي متعملش زيها تانا ولا مرة شخصية غير ما انت تعرف عنها خالص. وتعالى أقولك إزاي. لما ظهرت شخصية رام قشوع ظهرت ككاتب سابق، عصره عبقرة حبكات بوليسية، عنده قصة تصلح لفيلم هايل عن واحد بيقتل ويسرق. وإذا ما كان كاتب فالسيناريو إن النهاية بيتسجن، وإذا ما كلنا عارفين إن المجرم اللي قرأ الورق وقتها قرر ينفذه على أرض الواقع. ومش بس كده، اتصل على راما وطلب منه طلبين مهمين، إنه هو اللي يجيب الفلوس له، وإنه يغير النهاية ويخليها هروبة عند طريق أخد رهاين واحتجازهم في طيارة. وزي ما قالوا وتنزل كلمه النهاية على الطيارة وها بتقول فواو. طب انت لازم تقف مع نفسك واقفة هنا. هل راما قشوع هو الشخصية الساذجة اللي بيطلع يقول ما بيعرفش يوقفها المحتاس دايما، ولا هو الكاتب الجهبذ العبقرة صاحب الأفكار اللي سابقة لعصرها؟ لو وصلت لي أنا وصلت له فرامة قشوع بيقلش دهاء ولا حرفنا عن البروفيسير فالمسلسل الإسباني المشهور. وتعالى أحكي لك الحكاية اللي متحكتش. راما رسم خطة متخرش المياه لعدة سرقات بتم بمنتهى الدهاء اللي ما يطلعش من شخص أروى ساذج وحالم. زي الشخصية اللي طالع بيها كتب أفكاره ده وراح لسمير اللي كان لسه طالع من مستشفى الأمراض العقلية بسبب حادثة قديمة حصلت له وهو صغير. وها إنه اتعرض لقسوة غير مبررة طول حياته من أهله ومن الناس في شغله، وياما اتبهدل في أقسام شرطة. عشان كده كان نفسه ينتقم من كل حاجة في البلد، ولكن كان جواه جزء بيحب صديقه راما الشوع الوحيد اللي متنمرش عليه، وكان بيرسم له خطط وهو صغير ازاي ينتقم بيها من العيال اللي بيهزاوه ومن المدرسين ومن أهله كمان. عشان كده لما خرج ملقاش غير راما صديقه القديم اللي كان مجهز خطة كبيرة يلاعب بيها البلد كلها. والأداة فده كله صاحبه سمير المريض النفسي. بدأ راما وحط الخطة، وكان من ضمن الخطة إن راما يكون قدام الكل بالسذاجة ده ويبان طول الوقت محل نظرة ساذجة، محدش يفكر أبدا فيه كزعيم أو مخطط. وطبعا لأنه راسم الخطة خد سوسن فسكته لأنها صحفية عايزة موضوع سخن هتلاقيه بيقولها واكتبها يا صحافة. هو قاصد جدا إن الصحافة تاخد خبر وتبقي معاه خطوة بخطوة، بيضرب معاها المخبر وهو متأكد إنه مش سمير. وهتلاحظ إنه ميعرفش أصلا إن سمير بيلبس طاقية بنفس الشكل اللي المخبر ظهر بيه. عارف منين ستيل اللبس إلا إذا كان عارفه من قبل كده؟ فكر فيها كده. طب بلاش راما، كان مدى رقمه لسمير وعارف إن البوليس هيراقب مكالماته، وهو اللي خلاه يتصل ويقول له سلام على الناس اللي معاك، ونهى المكالمة في أقل من دقيقة عشان ما يعرفوش يحددوا مكانه. ده كله تخطيط راما أشوع. كان من ضمن الخطة إن راما هو اللي ياخد الفلوس ويروح يقابل سمير في الأماكن اللي حددها، وهو عمل كده رغم إنه عارف إنه مش هيقابله في أي مكان. منهم كان عارف إن في مخبرين حواليه، ولما جاله الراجل وقالوا أخوك سايب لك الورقة ده هو كان يقصد أخويا بينهم من قبل أحداث الفيلم ولا إيه حد. حتة القنبلة اللي في الحمام كانت عشان راما البوليس يتأكد إنه بعيد عن كل حاجة رغم القبض عليه، واعتقد إن القنبلة ما كانتش هتنفجر سواء فككوها أو لأ. دماغ شغالة راما برضو. طب تعالى بقى للنهاية. سمير حس إن راما الموضوع وسع منه وإن الحكومة مش هتسيبه واختلفوا، لكن ما قالوش لأن راما كان هدفه مليون جنيه. لكن سمير أخدته العظمة وقال 2 مليون بقصد إن هو مليون وراما مليون زيه، لكن ده كان بره خططتهم. راما عارف إن عادل بيه مش سهل برضه، وإن سمير جايز يقع في إيد البوليس ووقتها هيعترف على راما. فنفس الوقت سمير فهم ده وقرر يخلص من راما، وعشان كده قالوا أنا غيرت الخطة وساب له تذكرة القطر اللي هو عارف إنه مش وسيلة هروب لكن مكان كويس للخلاص من شريكه. وعشان كده أخده وطلع بيه على الباب وقالوا نط، ولما لقى سوسن معاه قالها نطة. انت كمان نهاية مجنونه رسمها سمير وفيها انتقام من شريكه وما فيهاش مخرج له. سمير لما شاف القطر بيبطأ فهم انه ضايع، لكن كان جواه اصرار ما يقعش ولا يضيع لوحده. مش هيسيب راما، ولذلك قفش فيه رغم انه ملغم القطر ومعاه رهاين كتير، لكن جواه مش هيسيبه. وعشان كده راما استخدم ذكائه في اخر مشاهد لما كان عنده فرصة يهرب، لكن سأل نفسه سؤال ماذا لو قبضوا على سمير وما ماتش وخطته اتكشفت؟ فرجع له وهو واثق ان الاهم انه يتأكد ان سمير مات. وخلصت الحكاية. ما كانش عنده خوف من القنابل طول الوقت لانه عارف انها قنابل من اللي بتستخدم في السيما، فمش هتعمل اكتر من ولعة لكن مش هتموتوا. وعشان كده خرج فالنهاية يلوح ويقول ساوسن.
طب وشنطة الفلوس راحت